تخيلوا المشهد يا عشاق كرة القدم. ريال مدريد لا يتوقف عن الانتصارات، ومبابي يثبت مرة أخرى أنه صفقة القرن. في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، الملكي يحل ضيفا على ريال أوفيدو، والنتيجة ثلاثية مدوية. النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا يواصل صناعة المجد. هدف أول بلمسة ساحرة، ثم يضيف الثاني بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. وكأن ذلك لا يكفي، يأتي البرازيلي فينيسيوس جونيور ليضع بصمته بهدف ثالث، ويعلن أن ريال مدريد يملك ثنائيا هجوميا مرعبا لأي دفاع. رجال المدرب تشابي ألونسو يحققون فوزهم الثاني تواليا، ليرتقي الريال إلى المركز الثالث في الترتيب، متساويا مع فياريال وبرشلونة. بداية نارية تبشر بموسم استثنائي للملكي. فهل يستمر مبابي وفينيسيوس في قيادة ريال مدريد نحو ألقاب جديدة؟